إذن مشاهدينا الآن نصل إلى نقاش العاشرة ونفتح فيه ملف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث، حيث يحدث الذكاء الاصطناعي تحولا في مجال الحفاظ على الفن والتراث الثقافي. فاليوم تقنيات الذكاء الاصطناعي ستسمح للناس في جميع أنحاء العالم باستكشاف التراث الثقافي وتقدير قيمته بطرق غير مسبوقة. إذن كيف يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث الثقافي دون المساس بقيمته المادية وغير المادية؟ وما هي التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث الثقافي؟ للمزيد حول هذا الموضوع يسعدني أن نستضيف السيد حسين صدام سرايش، وهو رئيس الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث. إذن صباح الخير وأهلا بكم سيدي الكريم. صباح الخير، شكرا على الدعوة. عفوا. إذن اليوم أود البدء بتقنيات المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. نسمع عن الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية في ترميم القطع الأثرية وكذلك في الحفاظ على القطع الفنية النادرة. كيف يمكن أن نستخدم هذه التقنيات في توثيق وأرشفة وحفاظ على القطع الفنية لكن دون أن نؤثر على قيمتها الفنية؟ أكيد كما هو معروف أن الذكاء الاصطناعي أو تقنيات الذكاء الاصطناعي متمثلة في التراث الرقمي الذي تحدثنا عليه في عديد من المرات ضمن الندوات الوطنية أو ضمن كتابنا المؤلف الحديث الذي يحاكي ويوثق ضمن كتاب التراث الرقمي تقنيات استخدام التراث الثقافي بالذكاء الاصطناعي. هذا يدخل في باب آلية الحماية القانونية، آليات الترويج الثقافي، كذلك آليات الحفظ، لأن التراث الثقافي الجزائري متعدد وهناك حضارات كثيرة جدا تحتاج إلى أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل حماية التراث الثقافي الذي يحتاج كثير من الجهود، كثير من الاستخدامات، أيضا التكنولوجيا الحديثة التي تساهم أيضا في تطوير هذه الحضارات وتصنيفها والكشف عنها. الجزائر تزخر بعديد من الحضارات، حضارة الرومانية الفينيقية المعروفة كثيرا. الذكاء الاصطناعي يساهم جدا في الكشف الحضارات الغير مكتشفة بالجزائر، لأنه نحن أجرينا دراسات عديدة ضمن هذه التقنيات. يعني كانت هنالك مواقع أثرية عديدة تم استخدام هذه التقنيات، والحمد لله هناك نتائج ملموسة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأيضا قطاع الثقافة. هل يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي اليوم أن نبني رقميا بعض المواقع التاريخية المشهورة عندنا في الجزائر ونترك ربما السائح سواء السائح المحلي أو الأجنبي نعزز الواقع الافتراضي لزيارة هذه المواقع؟ أكيد هو التراث الرقمي أو السياحة الأثرية بالجزائر تحتاج إلى أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل الترويج سياحة عن بعد، لأنه نلاحظ أرقام في تزايد مؤخرا، السواح عديدون، يعني هناك اكتشافات عديدة لمواقع سياحية هامة بالجزائر. هذه البنية التحتية للسياحة تحتاج أيضا إلى الذكاء الاصطناعي من أجل تقريب الصورة أن الجزائر تزخر بمعالم ثقافية سياحية هامة. هنا الرهان الاقتصادي الثقافي السياحي بالجزائر هام، يعني فتح الباب على الاستكشافات السياحية الأثرية. هنا دور هام لبناء بنية تحتية بالجزائر لتدعيم وتنمية السياحة بالجزائر. وممكن أن تستخدم هذه النماذج كمراجع قيمة للحفاظ على هذه المواقع السياحية الأثرية. أكيد شيء مفروغ من الدول العديدة تستمد من هذه التكنولوجيا، من هذه الثورة، ثورة الذكاء الاصطناعي في الترويج والحفاظ على التراث الثقافي. حتى السياحة بالجزائر تحتاج إلى تغطية كبيرة، إلى جهود جمة من قبل قطاعين، قطاع السياحة والثقافة، من قبل الفاعلين في الحقل الثقافي السياحي. هنا الجهود جمة، يجب دمج كل الجهود من أجل الحفاظ على هذه المعالم والنصب. نعم. كيف يمكن اليوم من خلال الذكاء الاصطناعي أن نعمل على تحويل أو رقمنة النصوص القديمة من خلال تقنيات معالجة تحافظ على قيمتها الفنية والأصلية؟ أكيد هو كما هو معروف هناك تقنيات خاصة في الكشف والبحث. هذه النقاط يستخدمها كثير الباحثين
في المجال. احنا كأكاديمية لدينا فرقة بحث، فرقة البحث تستعمل هذه الأدوات من أجل الكشف عن المواقع الغير مكتشفة، من أجل تجسيد هذه المواقع التي تعرضت لعوامل بشرية أو طبيعية. هنا يأتي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الكشف والبحث. يعني هنالك ملفات عديدة قدمتها الأكاديمية بالتنسيق مع فرق حماية الممتلكات الثقافية بالرجوع إلى الذكاء الاصطناعي الذي سجلنا مواقع هامة. يعني هنا يأتي دور هام أن وزارة الثقافة لها يعني رهانات عديدة أن يفتح الباب على الحقل الثقافي من أجل دمج الجهود لحماية هذا التراث وتفعيل تراث الجزائري نحو الأمم الأخرى. نعم. وهل مثلا على مستوى الأكاديمية هل تستعملون طرق معينة متطورة تستخدم فيها تكنولوجيات دقيقة في ترميم الأعمال الفنية؟ الأعمال الفنية يعني بمختلف أنواعها وأشكالها، سواء كانت نصوص أو قطع فنية أو أعمال ذات قيمة فنية. هو حقيقة نحن أكاديمية لدينا فرق بحث عديدة، خاصة البحث العلمي له دور هام في هذا الشق من أجل تطوير القطاع الثقافي. حقيقة نحن كأكاديمية نستخدم تقنيات من أجل الكشف عن المواقع، من أجل الترويج للسياحة. يعني هذه الثورة التكنولوجية التي نبلورها في الذكاء الاصطناعي لها دور هام. نحن كأكاديمية دائما يكون عندنا تنسيق عالي مع المؤسسات الثقافية، مع الفاعلين، حتى كانت هنالك رانا نطمح إلى أن نجيب التكنولوجيا الدولية لتجسيدها هنا بالجزائر من أجل تراث ثقافي اقتصادي، من أجل الحماية، الترويج، التشغيل، الإضافة للاقتصاد الثقافي. يعني هنالك يعني مواكبة لتكنولوجيا الإعلام من قبل إطارات الأكاديمية. ألا تعتبر أنه من بين التحديات التي تواجه تقنيات الذكاء الاصطناعي أنها يجب أن تراعي الدقة والموثوقية، سواء عندما نتحدث عن رقمنة المخطوطات والوثائق التاريخية والمعالم الأثرية، لأنه ممكن أن تنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان أخطاء أو تفسيرات يعني مغايرة عن النسخة الأصلية؟ أكيد هذه النقطة أشرنا إليها مرارا وتكرارا، أن وزارة الثقافة القطاع الوصي يعني يدمج جميع الجهود من أجل تفادي الأخطاء، لأنه حفظ الذاكرة أو التراث يحتاج إلى الجهود جميعا وليس قطاع معين أو أنثى معينة، لأنه التراث الثقافي بالجزائر متعدد. كما وجهنا عديد من النداءات إلى الفاعلين في الحقل تقديم دراسات للجنة مشتركة، ودعينا نحن الأكاديمية إلى تشكيل الوكالة الوطنية للتراث، لأن الوكالة الوطنية يكون لها دور هام في استخدام التراث الذكاء الاصطناعي في حفظ التراث، يعني في إعطاء المصداقية للبحث العلمي ضمن التراث الثقافي. يعني يكون هنالك ما كاش تشويه للتراث، ما كاش هنالك أي يعني خطأ، ولا يكون هنالك توثيق رقمي يعني موثوق في البحث العلمي في هذا المجال. هنا يعني نحن أمام يعني سلاح ذو حدين، الذكاء الاصطناعي في ربما الحفاظ على التراث الثقافي وتوثيقه يمكن أن يكون في بعض الأحيان يعني يشكل خطر وتهديد يعني على الفن. أكيد هو دائما وزارة الثقافة يعني تزخر بإطارات لها من الدراية والكفاءة ما لها. أيضا الحقل الثقافي يعني نلاحظ أنه هنالك فاعلين، يعني هنالك أناس نخبة لهم من الدراية، يعني يستحيل يكون هناك أخطاء. احنا نلاحظ أنه الشعب الجزائري أيضا له وعي تام، وزارة الثقافة لها وعي تام. نحن كأكاديمية ضمن برنامجنا استعمال التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، البحث لم يكون في إطار تنسيق الجهود، يعني تفاديا لأي أخطاء سلبية من أجل التراث. رانا كامل نخدموا في حقل واحد من أجل إبراز أنه الجزائر لها حضارات عديدة، لها تراث ثقافي يحتاج إلى دعم كبير من قبل قطاع الثقافة إن شاء الله. نعم. كيف يمكن أن نوظف أيضا تقنية الذكاء الاصطناعي ربما في الكشف عن بعض الأعمال الفنية المزورة، سواء باستخدام خوارزميات أو تحليلات رقمية معينة؟ هو حقيقة هنالك خبراء في هذا المجال، خبراء لهم من الخبرة في الكشف مثلا عن القطع المقلدة. احنا أجرينا دورات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، المؤسسات المتحفية، يعني تمتلك الخبرة للكشف على القطع المزورة أو المقلدة، القطع الأصلية. أنا واحد من الشهود يعني في الميدان أنه لنا طاقات في هذا المجال، خاصة لنقول أنه فرق الحماية، حماية الممتلكات الثقافية سواء للدرك الوطني أو المؤسسات النظامية الأخرى، لهم من الدراية يعني في هذا المجال، يعني ما كاش الأخطاء. يعني جميع الملفات اللي خدمناها
في الميدان، سجلنا يعني نتائج جد ممتازة، حتى أنه لما يكون هناك قطع مزورة الخبرة العلمية تكشف هذا الأمر. يعني الحمد لله نقولوا باللي الجزائر لديها إطارات في الميدان في المجال الثقافي للكشف. بالرجوع إلى الذكاء الاصطناعي له مساهمة كبيرة جدا في الكشف عن الحضارات، في الكشف عن التراث الثقافي، خاصة مما النقطة التي أشرت إليها، المخطوطات تحتاج إلى توثيق رقمي لكي لا يكون هناك أي اعتداء. كذلك الأكاديمية تسعى ضمن برنامجها تطوير المقاولاتية الثقافية في هذا الشق. هل هناك شركات ناشئة مثلا تهتم بهكذا يعني مبادرات أو أعمال أو بحوزتها مشاريع تعمل على حفظ التراث الثقافي من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة؟ نعم، هناك فاعلين في الحقل، يعني هم ليسوا كثيرون. هذا ما نوجه يعني رسالة لوزارة الثقافة أنه تفتح الباب على الفاعلين في هذا المجال وتطور المقاولاتية الثقافية لإدخال الذكاء الاصطناعي من أجل حماية التراث. ما نحصرش، نبعد على الحصر، لأنه عندنا طاقات يعني في المجال هذا كبير جدا في وفق التعاون اللي نتعاملوا به حنايا في إطار الكشف والصيانة، خاصة أنه المواقع الأثرية بالجزائر تحتاج كثيرا إلى صيانة. يعني باش الصيانة تكون لازم يكون تكنولوجيا الإعلام الذكاء الاصطناعي اللي تساهم في حماية التراث الثقافي، لأنه تراث يعني ضخم بالجزائر، منه المكتشف وغير المكتشف، خاصة التراث اللامادي اللي هو يحتاج إلى الذكاء الاصطناعي من أجل تقريب الصورة للرأي العام، يكون عنده ثقافة واسعة لحفظ التراث. سيد صريش، لكي نختم، ربما لديكم مؤلف في هذا الخصوص، نود الإشارة فقط باختصار لهذا المرجع. نعم، هو كتاب التراث الرقمي اللي إصدر خلال شهر التراث هذا، لأنه التراث الرقمي يحاكي ويجسد ويمد للرأي العام يفهم شنو هو التراث تاعو، كيفية الحماية، باش يفهم الذكاء الاصطناعي في هذا الدور، لأنه دور هام يعني، ويدخل في باب حماية التراث، باب التحسيس بحماية التراث، أيضا باب استعمال يعني البرنامج الوجهة السياحية الأثرية التي نطمح له كأكاديمية. يعني هذا الكتاب كان قبله كتاب آخر يحاكي جريمة تهريب الآثار. نحاول نقربوا دائما الصورة للرأي العام الجزائري أنه يعني يساهم المواطن ويفهم أنه التراث هذا يعني هو بحد ذاته، ما يعنيش إلا وزارة الثقافة أو الفاعلين. أكيد يبقى الذكاء الاصطناعي أحد الروافد المهمة لتعزيز الحركية الثقافية والسياحية. شكرا جزيلا لكم سيد حسين صدام صريش، رئيس الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذا النقاش.